لما بتسمع اسم مارسيلو بيلسا بيجي في دماغك حاجتين عكس بعض. اول حاجه انه قد ايه مدرب حلو وفيلسوف، ومدربين كبار زي جوارديولا وزيدان واخدينه قدوه وبيعتبروه افضل مدرب في تاريخ الكوره. الحاجه التانية بقى لما هتبص على تاريخه وبطولاته، وهتلاقيه ما خدش بطولات غير في الارجنتين ومدربش فرق كبيره اصلا. مشاكل بالجمله وتصرفات غريبه وحاجات هتستغرب لما تسمعها. في الحلقه دي هنتكلم عن مارسيلو بيلسا وهنشوف هو مدرب كبير فعلا ولا خد اكتر من حقه. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا نصار. بيلسا اتولد في مدينة روزاريو في الأرجنتين سنة 1955. عيلة بيلسا كانت عيلة مرموقة جدا ومن أقوى عائلات الأرجنتين. أبوه كان محامي كبير وأمه كانت مدرسة، وأخوه فيما بعد بقى وزير خارجية. بيلسا بقى كان بيحب حاجتين من وهو صغير: الكورة وقراية الكتب. وحبه للكورة كان مختلف، ما كانش زي حب أي طفل للكورة اللي هو أنا عايز أسجل أهداف وأرقص وكده. لا، ده كان بيقعد يحلل التحركات وتمركزات زمايله وهو بيلعب كورة. بيلسا اجتهد وقدر يوصل لناشئين نيولز اولد بويز، وكمان لعب مع الفريق الاول. بس بيلسا اقتنع انه مش موهوب، واصلا بيحس بمتعه اكتر وهو بيحلل اداء اللعيبه وبيشوف تحركاتهم، ويقرر يعتزل الكرة وهو عنده 25 سنه بس. وبعدها على طول بدأ دراسة التدريب، ومش بس التدريب، لا ده درس التربية البدنية عشان يفهم تكوين جسم اللاعب. بداية بيلسا في عالم التدريب كانت مع فريق جامعة بيونس ايرس، وعشان يختار 20 لاعب يلعب معاه اختبر 3000 لاعب. وبيلسا قدم ماتشات قوية على فكرة مع فريق الجامعة، وبعدها اشتغل في نيولز اولد بويز ككشاف للمواهب، وبعدها يدرب ناشئين الفريق. وعلى فكرة اكتشف مواهب كبيرة جدا وكان ليه مواقف مشهورة. واحد من المواقف دي لما بيلسا جات له معلومة من واحد من الكشافين المحليين ان في موهبة دفاعية قوية جدا، والكلام ده يعني كان بالليل. بيلسا بقى ما استناش لحد الصبح وخد رئيس قطاع الناشئين وراحوا لبيت الولد. خبطوا على الباب، ابو الولد فتح لهم، قال لهم تعالوا الصبح الولد نايم. بيلسا قال له لا، انا بس عايز اشوف رجليه وهو نايم عادي. وده كان طلب غريب جدا بالنسبة للاب، بس قال يكمل معاه للاخر. وبعد ما بيلسا دقق في رجل الولد قال بس دي رجلين لعيب كورة واحنا هنضمه للفريق. واللاعب ده بقى هو ماوريسيو بوتشيتينو، واللي كتير مننا عرفه لما بقى مدرب، بس اللي ما يعرفش هو كان مدافع قوي في الارجنتين في التسعينات. وبرضه بيلسا اكتشف الاسطوره جابرييل باتيستوتا، وباتي هو اللي قال بنفسه فيما بعد ان الراجل ده هو اللي طوره وخلاه لاعب هداف. اول محطه تدريبيه لفريق اول بقى كانت سنه 1991 لما نيولز اولد بويز وثقوا فيه ولقوا انه هيبقى انسب واحد يدرب الفريق الاول بعد ما خد خبره كبيره مع ناشئين الفريق، ومارسيلو بيلسا يتحط في اول اختبار حقيقي. وقتها نيولز اولد بويز ما كانش فريق قوي في الارجنتين، وبوكا جونيورز وريفر بليت كانوا هم الاقوى في الارجنتين. بيلسا فرض اسلوبه على اللعيبه: هنلعب لعب هجومي ونضغط ضغط عالي ومش هندي للمنافس فرصه ياخد نفسه. بيلسا كان بيتفرج على الاف الفيديوهات للفرق اللي هيلاعبها وبيعرف كل نقط القوه والضعف. نظام الدوري في الارجنتين كان بطل الدوري الدور الاول بيلعب ضد بطل الدوري الدور الثاني في ماتشين بيحددوا بطل الدوري. مارسيلو بيلسا ابهر الارجنتين كلها ولعب كره هجوميه جميله. نيولز اولد بويز كان بطل الدوري الدور الاول، وبوكا جونيورز كان بطل الدوري الدور الثاني، وزي ما قلت لك بيبقى في ماتشين ما بينهم عشان يحددوا بطل الدوري. الماتش الاول كان على ملعب البويز، وفريق مارسيلو بيلسا يقدر يفوز 1-0 على بوكا جونيور. الماتش الثاني بقى البوكا فازت 1-0 في البومبونيرا، والماتش راح ضربات الجزاء، ونيولز اولد بويز يفوز على البوكا ويفوز بالدوري الارجنتيني. ومارسيلو بيلسا يجري في الملعب كله ويحتفل زي المجنون. وفي اول موسم كمدرب بيلسا يبهر الارجنتين كلها. في الموسم الثاني مع البويز بيلسا قدم اداء قوي وفازوا بالدوري مره تانية، وقدم اداء عالي جدا في كاس البلتادوريس، وقدر يوصل للنهائي قدام ساو باولو. في الماتش الاول في ملعب البويز يقدروا يفوزوا على ساو باولو 1-0، وفي الماتش التاني على ملعب ساو باولو يخسروا بنفس النتيجة والماتش يروح ضربات الجزاء. وللأسف ساو باولو يكسب وبيلسا يخسر نهائي الكوبا. رغم الخسارة الجماهير كانت مبسوطة جدا جدا من اللي قدمه بيلسا مع الفريق، بس للأسف اللي كان متأثر جدا بالخسارة هو بيلسا نفسه، وفي قرار مفاجئ للكل يعلن رحيله عن البويز. بيلسا قال انه مشي من الفريق بسبب انه خلاص تم استنزافه ذهنيا ونفسيا، وكان حاطط ضغط كبير على نفسه، وكان خايف انه بعد فترة يضيع كل اللي عمله مع النادي. بعدها بيلسا خد فترة راحة كده يراجع فيها نفسه، وبعدها يروح المكسيك عشان يدرب فريق اطلس. في المكسيك بيلسا ما فازش ببطولات، لكن عمل قطاع ناشئين قوي جدا، وكان دايما بيعمل اختبارات للعيبه جديده. وابرز اكتشافاته وقتها كان المدافع رافا ماركيز، اللي يعتبر ابرز مدافع في تاريخ المكسيك كلها، واللي لعب مع برشلونه لفتره طويله بعد كده. بيلسا قعد 3 سنين مع اطلس، وبعدها درب كلوب امريكا المكسيكي فتره قصيره، وبعدها ياخد فتره راحه بسيطه ويرجع مره تانية للارجنتين من بوابه فيليس سارسفيلد.
بيلسا فرض اسلوب تكتيكي قوي للفريق وكمان منعهم من اي ظهور اعلامي. الكلام ده بقى ما عجبش كتير من اللعيبه، وابرز اللعيبه دي كان الحارس الاسطوري تشيلافيرت. بيلسا كان ذكي وعرف يحتوي الموقف وقتها، وبقى بيحاول يفرض اسلوبه واحده واحده مع اللعيبه لحد ما فعلا اللعيبه بقت بتلعب بشكل كويس والفريق حقق نتائج كويسه وما خسرش غير ماتشين بس. وبيلسا يقدر يحقق الدوري الارجنتيني معاهم، بس بعد الفوز بالدوري مباشره بيلسا يعلن استقالته من تدريب الفريق. وبيلسا قال وقتها ان انا مشيت من الفريق عشان لو كنت كملت اكتر من كده كان الفريق هينهار بدنيا وذهنيا وهخسر اللعيبه. وفي موسم 98-99 بيلسا يخوض اول تجربه اوروبيه في تاريخه مع اسبانيول الاسباني. بيلسا لعب مع اسبانيول 12 ماتش بالظبط، قدم معاهم اداء متوسط لحد ما تجيله اهم مكالمه في تاريخه في شهر اكتوبر سنه 98. الاتحاد الارجنتيني قرر تعيين مارسيلو بيلسا مدرب للمنتخب الاول. بيلسا بقى ما كانش معاه لعيبه عاديه، كان معاه اساطير: جابرييل باتيستوتا، فيرون، زانيتي، ريدوندو، اورتيجا، كريسبو، واللعيبه دي وقتها كانوا مكسرين الدنيا في اوروبا. اول اختبار لبيلسا مع الارجنتين كان في كوبا امريكا 99. شفت بقى اسماء اللعيبه الجامده اللي انا لسه قايلها لك دي؟ بيلسا قرر استبعاد جزء كبير منهم زي باتيستوتا وكريسبو وفيرون واورتيجا وريدوندو، وقرر يعتمد على لعيبه محليه بدل اللعيبه دي، ووجهه نظره وقتها انهم محترفين في اوروبا ومش عايز يحصل لهم ارهاق. كوبا امريكا بدأت وبيلسا طبق خطة 3-4-3 الهجومية. ابرز اللعيبة في التشكيلة كان روبرتو ايالا الكابتن، زانيتي وسيميوني، وثنائي بوكا جونيورز الساحر ريكيلمي، والمهاجم مارتن باليرمو. الارجنتين كان معاه الاكوادور وكولومبيا والاوروجواي في المجموعه. اول ماتش كان قدام الاكوادور. كتيبه بيلسا قدمت ماتش قوي جدا وقدرت تكسب الاكوادور 3-1 في ماتش تالق فيه باليرمو بعد ما سجل هدفين. الماتش التاني قدام كولومبيا بقى ده كان حكايه لوحده، وهقول لك ليه دلوقتي. الماتش ده بقى حصل فيه حاجات غريبه جدا، اتحسب فيه 5 ضربات جزاء، 3 للارجنتين و2 لكولومبيا، 4 منهم ضاعوا، وباليرمو مهاجم الارجنتين ضيع 3 ضربات جزاء. وبيلسا كان متجنن على الخط وكان بيعترض جامد على التحكيم، وفي الاخر الحكم طرد بيلسا. الحاجه المميزه اللي عملها بيلسا بعد الماتش انه ما طلعش انتقد باليرمو بعد ما ضيع 3 ضربات جزاء، بالعكس ده دعمه وقال كويس انه عنده الشجاعه انه يخش ويسدد 3 ضربات جزاء. وفي ثالث ماتش في المجموعات قدام الاوروجواي الارجنتين عملت ماتش كويس وقدرت تفوز 2-0، وباليرمو سجل هدف، وريكيلمي بقى اللي كان نجم الماتش وقدر يصنع هدفين. اللي كان سيء بقى بالنسبه للارجنتين انها اتاهلت كتاني وهتلاعب البرازيل في ربع النهائي. يبدا الماتش قدام البرازيل والارجنتين كانت عامله اداء هجومي عالي، وفي الدقيقه العاشره وبتسديده قويه خوان بابلو سورين يسجل هدف اول للارجنتين، بس بعدها في الدقيقه 32 ريفالدو يسجل التعادل للبرازيل من ضربه حره، وبعد بدايه الشوط الثاني رونالدو الظاهره يسجل الثاني للبرازيل، وبعدها تتحسب ضربه جزاء للارجنتين، والمره دي روبرتو ايالا اللي هيشوطها، بس للاسف ديدا يصد ضربه الجزاء والارجنتين تخرج من كوبا امريكا. رغم الخروج المبكر وغضب جماهير الارجنتين الا ان الاتحاد الارجنتيني رفض يقيل بيلسا وشاف انه مدرب شاب وعنده مشروع كويس ويقدر يعمل حاجه كويسه مع المنتخب. بيلسا بقى عمل اداء تاريخي مع المنتخب في تصفيات كاس العالم 2002، اداء هجومي قوي جدا بتسجيل 46 هدف وتصدر مجموعه التصفيات، والناس كلها بقى كانت شايفه ان الارجنتين هي المرشح الاول لكاس العالم سنه 2002. وبعدها تيجي اكبر صدمه في تاريخ بيلسا والارجنتين كلها. بيلسا دخل بقائمه فيها روبرتو ايالا، بوتشيتينو، ويلتر سامويل، دييجو سيميوني، زانيتي، فيرون، اورتيجا، وفي الهجوم باتيستوتا وهيرنان كريسبو. الاستبعاد الوحيد اللي كان عليه كلام هو استبعاد ريكيلمي، وبيلسا ما حبش ياخده وقتها لانه بطيء وهو عايز كرة سريعه. في كاس العالم 2002 الارجنتين وقعت في مجموعه مع نيجيريا وانجلترا والسويد. اول ماتش قدام نيجيريا الارجنتين ما قدمتش الاداء اللي الكل مستنيه منها، بس في النهايه قدرت تفوز بنتيجه 1-0 بهدف باتيستوتا، والكل قال وقتها ان عادي ده اول ماتش ولسه ما دخلوش في اجواء البطوله. بس للاسف الماتش التاني قدام انجلترا اللي وضح كل حاجه، الارجنتين تقدم اداء سيء جدا وتخسر 1-0 بهدف بيكهام. بس برضه كل قال عادي الارجنتين هتفوز على السويد كده كده وهنتاهل، بس للاسف تيجي الصدمه والسويد تسجل هدف وتفضل متقدمه على الارجنتين لحد الدقيقه 88 اللي قدر فيها كريسبو يسجل هدف للارجنتين من ضربه جزاء. وللاسف الهدف ده ما يقدرش يأهل الارجنتين، وفي اكبر مفاجآت كاس العالم الارجنتين تخرج من دور المجموعات.
الصحافة الأرجنتينية هاجمت بيلسا بشكل قوي وقالت عليه مدرب عنيد، ازاي يبقى عندك 2 مهاجمين زي كريسبو وباتيستوتا وما تلعبهمش جنب بعض، وازاي تستبعد ريكيلمي اللي لسه رايح برشلونة. المفاجأة بقى بعد كل ده ان الاتحاد الأرجنتيني جدد الثقة مرة تانية في بيلسا. ونروح بقى لبطولة كوبا أمريكا 2004. البطولة دي شهدت ظهور وجوه جديدة في المنتخب زي سافيولا، كارلوس تيفيز، خافير ماسكيرانو. الأرجنتين وقعت في مجموعة مع الإكوادور والمكسيك والأوروجواي. أول ماتش قدام الإكوادور الأرجنتين تقدم أداء هجومي جبار وتفوز بنتيجة 6-1، وسافيولا كان نجم الماتش ده بعد ما سجل هاتريك. الماتش التاني للأرجنتين خسرت 1-0 من المكسيك، وفي الماتش التالت قدام الأوروجواي الأرجنتين تفوز 4-2 وتتأهل لربع النهائي. وفي ربع النهائي الارجنتين تفوز 1-0 على البيرو بهدف البديل كارلوس تيفيز من ضربة حرة. وفي نص النهائي قدام كولومبيا الارجنتين تفوز 3-0، والماتش ده برضه تيفيز تألق فيه وسجل من ضربة حرة مرة تانية. ونروح بقى للنهائي قدام البرازيل واللي كانت داخلة البطولة بالفريق التاني، وابرز واحد فيهم كان ادريانو. يبدأ الماتش والفريقين كانوا مقدمين اداء قوي، وفي الدقيقة 20 تتحسب ضربة جزاء للارجنتين وكيلي جونزاليس يسجلها. بس قبل نهاية الشوط الاول لويزاو مدافع البرازيل يسجل التعادل. وفي الشوط الثاني وقبل نهاية الماتش ب3 دقايق بس الأرجنتين تسجل هدف عن طريق سيزار ديلجادو، ولاعيبة الأرجنتين تحتفل بهستيريا وخلاص احنا قربنا من الفوز بالبطولة، ولاعيبة الأرجنتين قعدت تستعرض وكأنهم ضمنوا الكاس. بس قبل نهاية الماتش بدقيقة واحدة وبكرة حيرة في منطقة الجزاء أدريانو يسجل التعادل للبرازيل والماتش يروح ضربات الجزاء. وطبعا نفسية لعيبة الأرجنتين كانت واقعة، والأرجنتين تضيع ضربتين والبرازيل تسجل 4 وتفوز البرازيل بكوبا أمريكا. ومرة تانية بيلسا يخسر نهائي بعد ما كان على بعد دقيقة واحدة من الفوز ببطولة غالية جدا مع بلده. وبيلسا بعدها بشهر قاد المنتخب الأرجنتيني الأولمبي للفوز بالميدالية الذهبية وقدر يسجل 17 هدف وما يستقبلش ولا هدف. وبعد الإنجاز ده ورغم تمسك الاتحاد الأرجنتيني بيه إلا إنه قدم استقالته وقال نفس الكلام بتاع كل مرة: أنا خلاص طاقتي نفذت وما بقتش قادر أستحمل. ومن هنا بقى مفيش أي نادي كبير بقى بيثق في بيلسا، لأن معلش أنت مدرب ليك فلسفتك الخاصة، بتخش في صدامات كتير مع اللعيبة، وغير ده كله عنيد وممكن في عز تألقك مع الفريق تسيبه وتمشي. بعدها بيلسا قعد 3 سنين في البيت ويرجع مرة تانية للتدريب مع منتخب تشيلي. وقتها المنتخب اللي تشيلي كان بيعيش أسوأ فتراته وكان غايب عن نسختين متتاليين في كأس العالم. بيلسا بقى عمل أداء تاريخي مع تشيلي وطلع لهم جيل قوي جدا: أليكسيس سانشيز، أرتورو فيدال، جاري ميدل، كلاوديو برافو، والجيل ده اللي فيما بعد فاز ب2 كوبا أمريكا ورا بعض. بيلسا قاد الجيل التاريخي ده للتأهل لكأس العالم بعد ما عمل تصفيات تاريخية. وقبل ما نروح لكأس العالم لازم نتكلم عن حاجة مهمة قوي. في يوم 22 ديسمبر حصلت حاجة تاريخية لبيلسا، لأن تم تكريمه بتسمية ملعب نيولز أولد بويز باسمه، ودي حاجة ما بتحصلش كتير إن ملعب يتسمى باسمك وانت لسه عايش. ونروح بقى لكاس العالم 2010. تشيلي وقعت في مجموعه مع سويسرا والهندوراس واسبانيا. اول ماتش قدام الهندوراس تشيلي عملت ماتش حلو وقدرت تفوز 1-0، وفي الماتش الثاني قدام سويسرا تشيلي تفوز 1-0 مره ثانيه وتضمن تاهلها لدور ال16. وبعدها تشيلي تخسر من اسبانيا 2-1 بعد ما عملت ماتش هجومي قوي. وفي دور ال16 تشيلي اصطدمت بالبرازيل، وللاسف البرازيل تفوز على تشيلي 3-0 وتخرج من دور ال16. ورغم الخروج الا ان الجماهير كانت مبسوطه باللي عمله بيلسا مع المنتخب جدا. بس عشان دايما بيلسا بيفاجئنا، في 2011 يعلن استقالته من تدريب تشيلي، وده بسبب الاداره الجديده للاتحاد، واللي بيلسا شاف انهم بيسربوا اخبار للصحافه عشان يشوهوا صورته. وكل الشعب اللي تشيلي خرج يودع بيلسا بالدموع، وكلهم قالوا له شكرا على كل اللي قدمته للمنتخب. في موسم 2011-2012 اتلتيك بلباو الاسباني يعلن تعيين بيلسا مدرب للفريق، وهناك بقى بيلسا عمل فريق قوي: فرناندو يورينتي المهاجم، إيكار مونيايين، خافي مارتينيز، واندر هيريرا. بيلسا عمل اداء عالي مع بلباو وبالاخص في الدوري الاوروبي. بلباو قدر يفوز على اليونايتد بقياده السير اليكس فريكسون رايح جاي، وخرجه من دور ال16، وخرج شالكا من ربع النهائي، وخرج سبورتنج لشبونه من نص النهائي. وفي النهائي بيلسا هيلعب قدام واحد من تلاميذه وهو دييجو سيميوني واتلتيكو مدريد. وللاسف لعنه النهائيات تستمر مع بيلسا ويخسر النهائي بنتيجه 3-0. وبعد النهائي بيلسا طلع وقال انه يتحمل نتيجه الخساره وهو اللي معرفش يدير الماتش صح. وفي كاس الملك بلباو قدم
اداء ممتاز برضه ووصل للنهائي، والنهائي بقى كان قدام برشلونة، وللاسف برشلونة تسجل 3 اهداف في اول 25 دقيقة والماتش يخلص بنفس النتيجة دي لبرشلونة. وبعد الماتش جوارديولا مدح بيلسا جدا وقال انه رغم الخسارة بس بيلسا افضل مدرب في تاريخ الكورة. المفاجأة بقى ان بعد الماتش على طول بيلسا راح ادى لجوارديولا تقرير مطول عن كل حاجة تخص برشلونة، وجوارديولا قال وقتها ان بيلسا يعرف حاجات عن فريقي انا نفسي ما اعرفهاش، وقال ان بيلسا بيشوف تفاصيل مفيش مدرب في العالم بيقدر يشوفها. وعلى فكرة جوارديولا بيحب بيلسا من زمان لدرجة انه قبل ما يبدأ مشواره التدريبي سافر له مخصوص وقعد يتكلم معاه لمدة 11 ساعة عن التدريب والتكتيكات. الموسم التاني اللي بيلسا مع بلباو ما كانش زي الاول، الفريق كان سيء جدا وانهار بدنيا في الدور التاني، ده غير خناقته مع فرناندو يورينتي مهاجم الفريق عشان وقتها ما كانش عايز يجدد. الفريق احتل المركز ال 12 في الدوري وخرج بدري من اليوروبا ليج والكاس، عشان في نهاية الموسم إدارة بلباو تقرر ما تجددش عقد بيلسا ويرحل عن الفريق. وبعدها بموسم بيلسا يخوض تجربة جديدة في فرنسا مع مارسيليا اللي كان فريق كويس وقتها وفي لعيبة كويسة زي جينياك وديمتري بايه. الدور الأول بيلسا قدم مع مارسيليا أداء قوي جدا وكانوا هما المتصدرين، بس للأسف بسبب أسلوب بيلسا القوي والضغط لمدة 90 دقيقة اللعيبة بتقع بدنيا في الدور الثاني، وده حصل معاه في كل الأندية اللي دربها تقريبا. في الدور الثاني مارسيليا خسر 4 ماتشات على التوالي والهزايم دي بعدته عن الصدارة أو حتى وصفت الترتيب وينهوا الموسم في المركز الرابع. وبيلسا بيدرب مارسيليا زين الدين زيدان راح له بنفسه عشان يتعلم منه ويتكلم معاه في التكتيكات وتحليل الاداء قبل ما يدرب ريال مدريد. ونروح للموسم اللي بعده موسم 2015 2016، والحقيقه ان مفيش موسم اصلا، لان بعد اول ماتش في الدوري اللي خسر فيه مارسيليا 1-0 من كان بيلسا اعلن استقالته من تدريب مارسيليا. سبب الاستقاله بقى ان بيلسا اكتشف ان اداره مارسيليا حاولت تغير بنود في عقده الجديد من غير ما ترجع له، والحاجه دي بيلسا رفضها تماما وحس انها خيانه ورفض يكمل مع الفريق. وفي 2016 لاتسيو الايطالي يعلن التعاقد مع بيلسا بعد مفاوضات طويله وجماهير لاتسيو تفرح جدا، بس بيلسا وقع يوم 6 مع لاتسيو، قدم استقالته يوم 8 بعدها بيومين وما سافرش حتى لايطاليا، وبعدها طلع بيان قال فيه انه طلب من اداره لاتسيو يتعاقدوا مع 4 لعيبه ولازم يتعاقدوا معاهم قبل بدايه المعسكر، وبعدها لقى ان لاتسيو ما دخلوش مفاوضات اصلا مع اللعيبه دي، عشان كده هو قدم استقالته. وبعدها في موسم 2017 2018 نادي ليلي الفرنسي يتعاقد مع بيلسا، ورئيس ليلي اداله صلاحيات يعمل كل اللي هو عايزه. بيلسا بقى تقريبا مشى نص الفريق ومعظم القوام الاساسي واشترى لعيبه شباب عشان يعرف يطبق افكاره، وللاسف بيلسا درب ليلي 14 ماتش ما قدرش يفوز غير في 4 ماتشات بس وخسر 8 وتعادل 3، وبعدها تمت اقالته من تدريب الفريق. وفي صيف 2018 نادي ليدز يونايتد اللي في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه يعلن تعاقده مع بيلسا. اول موسم لبيلسا مع ليدز كان فيه احداث كتير، بيلسا عمل ثوره مع الفريق وخلاهم يقدموا اداء قوي جدا. كان في بقى ماتش قبل نهايه الدوري بحاجه بسيطه بين ليدز اللي كان عايز يكسب الماتش ده باي طريقه عشان ياخد المركز الثاني ويتاهل البريمير ليج، وبين استون فيلا اللي عنده نفس الطموح. الماتش يبدا وفي الشوط الثاني وفي التحام بين اللعيبه لاعب استون فيلا يقع على الارض، والكل قال ان لعيبه ليدز هتطلع الكرة بره، بس المفاجاه ان لاعب ليدز خد الكرة وسجل هدف. وبعدها حصلت خناقه كبيره بين لعيبه الفرقتين وبيلسا اتخانق مع جون تيري اللي كان وقتها مساعد المدرب مع استون فيلا. المهم ان بعد تسجيل الهدف بيلسا امر لاعيبته انهم يسيبوا استون فيلا يسجلوا، وفعلا استون فيلا تسجل وبعدها الماتش يخلص 1-1. وفيما بعد اللقطه دي بيلسا فاز بسببها بجائزه اللاعب النظيف او الفير بلاي اللي بتقدمها الفيفا. وفي برضه موقف تاني كان مثير جدا للجدل في نفس الموسم، ماتش بين ليدز يونايتد وديربي كاونتي في ملحق الصعود، وفي تدريبات فرقه ديربي كاونتي لقوا حد بيتجسس عليهم، ووقتها بيلسا طلع وقال ان هو اللي بعته وانه طول فتره تدريبه كان بيعمل كده، وبعدها طلع في مؤتمر لمده ساعه وقعد يحلل فريق ديربي كاونتي، ووقتها تم تغريم بيلسا 200,000 جنيه استرليني، وبيلسا وقتها رفض ان النادي يدفعهم له وهو اللي دفعهم بنفسه. وللاسف ليدز الموسم ده تفشل في التاهل للدوري الانجليزي. ونروح للموسم اللي بعده موسم 2019 2020. الموسم ده بيلسا قدم مع ليدز اداء قوي، ومش بس قدروا يصعدوا للدوري، لا دول كمان فازوا بالدوري الانجليزي الدرجه الثانيه. ونروح بقى لموسم 2020 2021، اول موسم لبيلسا في الدوري الانجليزي. بيلسا عمل فريق قوي جدا وظهرت اسماء قويه زي بامفورد، رافينيا، كالفين فيليبس. اول ماتش لبيلسا في الدوري كان قدام ليفربول بقياده يورجن كلوب. الماتش ده كان ماتش هجومي بحت،
وفريق مارسيلو بيلسا قدم اداء عالي، بس للاسف قبل نهايه الماتش بدقيقتين ليفربول تقدر تخطف هدف الفوز والماتش يخلص بنتيجه 4-3. وفي العموم الموسم ده بيلسا قدم اداء عالي قدام الكبار، هتلاقي انه كسب السيتي في الاتحاد وكان مطرود منه لاعب وتعادل معاهم في الماتش التاني، وفي الدور التاني فاز على توتنهام وتعادل مع ليفربول وتشيلسي واليونايتد، وفي انجاز كبير ليدز تنهي الموسم في المركز التاسع. ونروح لموسم 2021 2022، للاسف الموسم ده ما كانش زي اللي قبله. الموسم بدأ بخساره تقيله من اليونايتد بنتيجه 5-1، وليدز ما قدرش يكسب غير 4 ماتشات بس في اول 10 ماتشات في الدوري، وفي الدور الثاني الفريق ينهار تماما وبقى يخسر بنتائج تقيله جدا. الخساره من توتنهام 4-0، الخساره من ليفربول 6-0، والخساره من السيتي 7-0. النتائج دي بقى ادت لاقاله بيلسا من تدريب ليدز في شهر فبراير، وكل جماهير ليدز كانت زعلانه وطلعت هتفت باسمه وحيته في مقر التدريبات. وفي شهر مايو سنة 2023 الأوروجواي تعلن بيلسا مدرب للمنتخب. وفي كوبا أمريكا 2024 بيلسا قدم أداء كويس مع الأوروجواي وقدر يحقق معاهم المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة، بس للأسف في كأس العالم 2026 المنتخب ما عملش حاجة وخرج من دور المجموعات. وبيلسا دخل في مشاكل مع لعيبه كتير من الاوروجواي، منهم قائد الفريق فالفيردي، واتقال ان لعيبه الاوروجواي طلبته بتغيير خطته المتعبه، بس طبعا بيلسا رفض، وبعدها تمت اقاله بيلسا ولحد دلوقتي هو ما بيدربش اي فريق. مارسيلو بيلسا بصراحه ظاهره غريبه في الكوره، انت كمشاهد ومشجع تحس انك ما بتقدرش تحكم عليه. بتلاقي افضل مدربين العالم زيدان وجوارديولا بيتكلموا عنه كويس جدا وبيقولوا انه افضل مدرب في التاريخ، وتبص على سجل بطولاته تلاقيه مش مكمل 5 بطولات اصلا ومعظمها في الارجنتين. يمكن مفيش فريق كبير وثق في بيلسا لانه غريب جدا وما تتوقعش هيعمل ايه ولا هيتخانق مع مين. وفي مقولة حلوة جدا تنطبق على بيلسا: الاستاذ اللي تلاميذه نجحوا وهو اللي الفشل لازمه. وانا حابب اسمع رايكم في الكومنتات، هل بيلسا مدرب عبقري فعلا وفيلسوف ولا مجرد مدرب خد اكتر من حقه؟ وفي النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب اتكلم عن مين الحلقه الجايه.